السلام عليكم. الفيديو ده هيكون دليل ليك في القطاع العقاري لو فكرت تشتري مع اي شركة بتبيع لسه منتج تحت الانشاء. فلو انت مشغول او مش فاضي تسمعه او وراك حاجة، انت ممكن تعمل سيف للفيديو عشان تقدر ترجع له تاني. علشان نصنف اي شركة تطوير عقاري على انها شركة امنة واحط فلوسي فيها واستثمر فيها، لازم احط الشركة دي في شريحة بتناسبها وبتناسب السوق. انا هدي لك مثال. احنا لما بنيجي نصنف اي شركه بنصنف الشركه دي على حسب عمرها في السوق، وانت في السوق العقاري ما عندكش غير 3 شرايح من المطورين: شركه كبيره وقديمه ودي عمرها بيتراوح ما بين 10 سنين لحد 50 سنه في مجال التطوير العقاري، شركه متوسطه ودي عمرها بيتراوح ما بين 5 سنين لحد 15 سنه برضه في مجال التطوير، وشركه ستارت اب ودي عمرها بيكون ما بين 2 لحد 4 سنين برضه في مجال التطوير. وخلينا نبدا بشركات التطوير اللي اعمارها ما بين 10 سنين لحد 50 سنه واللي كلنا عارفينهم، ودول اسهل ما يكون في تقييمهم. تقدر تقيمهم بكل سهولة لأن الشركات دي بتكون عدت بأحداث سياسية وكوارث طبيعية وتعويمات وزيادة أسعار، وليها مشاريع تقدر ترجع لها وتبص على صيانتها وتشغيلها وتاخد ريفيو من الناس اللي سكنت فيها. ودي أول شريحة أنت تقدر تعرف بيها المطور ده عامل إيه. والشريحة التانية من المطورين المتوسطين واللي أعمارهم بتكون ما بين 5 سنين لحد 15 سنة. وتقييم الشركات دي بيكون سهل بس هتتعب شوية، ده لأنك هتحتاج تتأكد إن الشركة معلهاش أي فلوس للدولة سواء في ثمن الأرض أو حتى قروض هي ممكن تكون واخداها من البنوك. طبعا الموضوع ده هيكون سهل جدا لو الشركة دي مدرجة في البورصة، ولو الشركة دي مدرجة في البورصة حضرتك مشكورا هتحتاج تخش على موقع البورصة المصرية وتتأكد من الملاءة المالية للشركة دي عاملة ازاي، واخدة قروض ولا لا، عندها لاند بنك محترم ولا لا، عندها من الاصول اللي ممكن يسندها في اي ازمه سياسيه ولا لا، محفظه اراضي بقى، فنادق، قصور، فيلل، بيوت، مصانع، مزارع، كل ده يندرج تحت بند محفظه الاصول. والشركات اللي في السوق بقى لها من 5 سنين لحد 15 سنه دي على الاقل خالص عملت لك مشروع او 2، فبالتالي بقى ليك مرجع للمشاريع بتاعتهم نقدر نبص عليها ونبص على صيانتها وناخد ريفيو برضو من الناس اللي ساكنه فيها، نشوف هل المطور ده سلم نفس الموكب الحالي هو نفس الموكب اللي كان في البروشور وقتها ولا لا. نيجي للشريحه الثالثه واللي هي الشركات الستارت اب اللي هي من 2 لحد 4 سنين، ودول صعب جدا نقيمهم في الوقت الحالي لان بكل بساطه هم ما لهمش مرجع احنا نقدر نبص عليه. حضرتك وحضرتي ما شفتش نتيجه لمشاريعهم اصلا، ولو حتى الشركات الستارت اب دي سلمت مشروع في خلال السنتين 3 اللي هم بداوا فيهم، فانت حتى ما لحقتش تسال عاملهم اللي سكن ايه اخبار المشاريع بتاعتهم، ايه اخبار الصيانه بتاعتهم. بس ده مش معناه ان الشركه اللي بقى لها 2 3 في السوق دي شركه غير مؤهله انها تدي لك منتج عقاري محترم، لانه وارد جدا الاونر بتاع الشركه دي ليه اكتر من بيزنس بره القطاع العقاري وهو حب يوسع نشاطه في القطاع العقاري. وعلى فكره ده حق مشروع، يعني ممكن اي حد يقدر يعمل كده عادي. طب امتى بقى نحدد ان الشركه الستارت اب دي مؤهله انها تدينا منتج عقاري محترم؟ من اللوكيشن. اختيارها لقطعه ارض مميزه معناه ان قطعه الارض دي غاليه، والدوله ما بتديش اي قطعه ارض مميزه وغاليه لاي مطور وخلاص، فكل ما قطعه الارض بتكون مميزه الدوله مش بتفرط فيها لاي حد. كده احنا قلنا اول حاجه اللوكيشن. تاني حاجه البارتنر بتوع الشركه الستارت اب دي مين شركات الاداره اللي موجوده في المشروع الفلاني مع المطور الفلاني، لان لو حضرتك عرفت مين شركات الاداره القويه اللي ليها اسم في السوق بتبدا تعمل اللي حضرتك المفروض بتعمله. يعني حضرتك كعميل بتبدا تعمل سيرش على المطور علشان تتجنب اي ريسك او اي مخاطره او اي حاله نصب او اي تاخير. هم كشركات اداره بتبدا تعمل سيرش عن المطور ده، عن ملاءته الماليه واللوكيشن والاكسسبيليتي، ازاي يدخل واخرج من المشروع بكل سهوله. فلو حضرتك عرفت مين هم شركات الاداره وطلعوا اسامي كبيره في السوق، حضرتك انت ممكن تتوكل على الله بس تطمن ان هم ماضيين عقود نهائيه، مش بروتوكول تعاون او مش مذكره تفاهم، لان في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. لو هي مذكره تفاهم فوارد جدا جدا لو انا كمطور ما التزمتش بالمعايير اللي بقدمها في المشروع ده شركه الاداره تفسخ عقدها معايا، وده طبيعي وبيحصل وحصل وهيفضل يحصل. بس كده. وانا احمد يسري بقدم محتوى عن السوق العقاري، فلو مهتم بالمحتوى ده مش محتاج اقول لك تعمل ايه. مع السلامه.